السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء الله. النهاردة فيديو مش عادي. النهاردة هنعمل صينية العزومات، صينية هتشرفك قدام ضيوفك إن شاء الله. أنا شيرين ودي قناتي حلو وحادق مع شيرين. لو عجبتك وصفة النهاردة اوعي تنسيني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف هنعمل الصينية القمر دي ازاي. زي ما انتوا شايفين معانا حلة كده، واول حاجة هنعملها تخديعة المحشي. انا بحب اخدع للمحشي يا جماعة. معايا كوباية الا ربع من الزيت، وكمان 3 بصلات متقطعين وسط، وهنشوح البصل زي ما انتوا شايفين كده. انا مش عايزة البصل يدبل معايا، انا يعني يتحمر، انا عايزاه يدبل بس. هنزل عليه بحوالي كيلو من الطماطم المعصورة زي ما انتم شايفين. الطماطم بتاعت المحشي ما بنصفهاش. طب ايه التوابل اللي هنحطها عليها؟ هنحط ملح وفلفل اسمر وكمون، والشطة حسب الرغبة. انا ما بحبش اكتر البهارات في المحشي بتاعي او اي اكل عموما، عشان التست بتاعه يبقى حلو، وكمان تاخدي منه نكهة حلوة جدا. بحس ان كتر البهارات بتغير الطعم شوية. هنسيب بقى التسبيكة تتسبك معانا بالشكل ده، وهنبتدي نحط الإضافات التانية عشان خلطة المحشي. هننزل بالرز بتاعنا كده، طبعا رز مصري مغسول ومتنشف. وكمان هنزل بالخضار. انا معايا شبت وبقدونس، انا بستخدم شبت وبقدونس بس في المحشي بتاعي، مش بحب احط كزبرة خالص. في ناس بتحب الكزبرة الخضراء، ده يرجع لذوقك. هننشف الرز كده في التخديعة، ونبتدي نسلق ورق العنب. ورق العنب زي ما انتوا شايفين انا مقطفاه وغسلاه كويس، وهنبتدي بقى مية مغلية نحط فيها حبة ملح زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بالورق عنب بتاعي. طبعا انا رصاه كده، كل رصة كده مع بعضها عشان ما يغلبكيش في الحشو بعد السليق. نضغط عليه كده ونحاول ان احنا نغطسه في المية كويس زي ما انتوا شايفين. لو حابة تحطي نقطة زيت على المية اثناء السليق مفيش اي مشكلة، بيديله لمعة حلوة. هنبتدي كده، لقينا اللون غير، ابتدينا نقلب الرصة بتاعت الورق عنب بالشكل ده لحد ما كل الورق بتاعي يتلون كله باللون الاصفر ده. هنطلعه بقى في مصفى كده عشان ينشف، وهنبتدي نحشي. طيب اولا احنا بنحشي الحشوة تكون باردة، ما تبقاش سخنة، دي حاجة. الحاجة التانية بنمسك ورق العنب على الجهة الخشنة، بنحط الرز في نص الورقة ونلفه بالشكل ده، نقفله من الجناب. ادي واحدة تانية، قفلنا بقى من الجناب زي ما انت شايفة كده. واحلى صباع ورق عنب ولا يفك ولا ايه ولا يتحرك من مكانه. انا بقى بحط فلفل كده جنبيه وكوسة. يلا بقى نشوف البطاية القمر دي هنعملها ازاي. معايا طبعا بطاية انا نقعاها كويس جدا لمدة ساعتين في ملح وخل وسكر وكمان ليمون عشان تنزل اي زفرة فيها. ومعايا بصلاية كبيرة مبشورة، هنشوف هنعمل بيها ايه. هنزل بيه معلقة فلفل اسمر عليها، هتبلها بالفلفل الاسمر، وكمان حوالي معلقة ملح صغيرة، وهندعكهم كويس جدا مع بعض. دي البصلاية دي هنتبل بيها البطاية القمر دي قبل ما نسلقها. انا طبعا النهاردة هنسلق البطاية بتاعتنا عشان محتاجين الشوربة في المحشي بتاعنا. نبتدي بقى ندلك البطاية كده ونعمل لها مساج كده عالي بالبصلة بتاعتي. وايتم بتقول لكم اوعوا تنسوا اللايك. زي ما انتوا شايفين تبلنا بقى البطاية من جوه ومن بره بالبصلاية اللي احنا عملناها، ومكتفينها بقى كده. شايفين الجمال يا سيدي؟ زي الفل. هنيجي بقى مية مغلية هننزل بيها بالبطاية بتاعتنا كده،
اللهم بارك، كانت بجد روعة. ومعايا بقى بوكيه جرنيه جزر وورق لوري وحبهان ومستكة. هنظبط بقى ايه الشوربة بتاعتنا عشان المحشي. انا بقى حشيت المحشي اهو ورصيته مع بعضه، مفيش اي مشكلة. هننزل بقى بالشوربة بتاعتنا حوالي لحد نص الحلة كده، ما تزوديش لان الكوسة بتنزل مية وكمان الفلفل. هنبتدي بقى نهز الحلة كده كويس عشان الشوربة توصل لقاع الحلة. وهنسوي المحشي بقى، والبطة دهناها وحطيناها في الفرن، بس للأسف المقطع ده اتمسح، اعذروني. وده كان شكل صينية السعادة بتاعتنا. شايفين الجمال؟ روعة، لوحة بجد يشرفك في العزومات. لو عجبتك الوصفة اوعي تنسيني في اللايك والشير، واستنيني في وصفة جديدة ان شاء الله.